هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. هالكيكة انتشرت انتشار عجيب، حبيت اجربها واشاركها وياكم. بس شنو بنات، طلعت ولا غلطة بكل معنى الكلمة. طعمها فتشي خيال، هيج فتشي خيال والله العظيم. كلش طيبة. سان سباستيان او يسمونها تشيز كيك او الكيكة المحروقة. طعمها كلش طيب، لازم تجربونها. ما حابة اطول عليكم، وهسه خلونا نبدي. وقبل لا نبدي، اشتركوا بقناتي اذا اول مرة تزوروني، وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بالمقادير والمكونات اللي راح نستخدمهم. قبل لا ابدي حابة اقول فالشغلة، حاولوا تلتزمون بالمكونات اللي راح استخدمهم. يعني حاولوا تجيبون نفس المكونات اللي راح اجيبها انا واستخدمها. هنا استخدمت الجبن المراعي، او تقدرون تستبدلونه بالجبن الكيري المربعات، هذا مثل ما تلاحظون قدامكم. راح افرغ الباكيت كامل 6 قطع، واضيف عليهم ربع كوب حليب، الكوب اللي نشرب بيه شاي هذا، ولا حليب مي. وضفت له خاشوقتين مليانة من الحليب الباودر، وأضيف 2 بيض، وعلبة واحدة من القيمر، وعصير ليمون أو خل أبيض تقريبا خاشوقة كبيرة، وبرش الليمون، وخاشوقة متوسطة نشا أو نص خاشوقة طحين. يعني أبد لا تكثرون لا نشا ولا طحين، خاشوقة نشا أو نص خاشوقة طحين، و4 خواشيق متوسطة من الشكر. وأنا نسيت أضيف الفانيلا هنا، ضفتها بالخطوة اللي بعدها راح أخفقهم كل زين مدة 4 دقائق أو 5 دقائق، يعني إلى أن تختفي كل التكتلات ويصير عندنا الخليط كريمي وكلش ناعم. هنا تذكرت إنه أنا ما خليت فانيلا، فرجعت خليت قطرات من الفانيلا، ورجعت كملت الخلط مال الخليط مال الكيك. بعد ما راح أكمل خفق ويصير عندي الخليط كلش ناعم وما بيه أي تكتلات، راح أبدأ أحضر القالب خليت له ورق زبدة طبقتين، كعورته بإيدي بهالشكل، وبللته بالماء حتى يعني يستهل بالفتح بالقالب. وراح أصب الخليط بالقالب، يعني هو المفروض ينصب بالمصفي حتى يصفى ما تطلع بيه أي تكتلات، بس أني كان خليطي كلش ناعم وما بيه أي تكتلات، فصبيته مباشرة بدون مصفي. بعدها أدخله للفرن على درجة حرارة 200 مدة من 35 إلى 40 دقيقة، وانتو راقبوها. هي راح تبقى تهتز، يعني تبقى رطبة بيها مي، بس انتو يعني الوقت المحدد إلها 40 دقيقة. بعدها أتركها بالثلاجة لمدة يوم كامل حتى تبرد وتتماسك. بعدها أطلعها من القالب وأقدمها بهالشكل. بنات شكلها كلش حلو ومرتب، وأقطعها وهذا شكلها من الداخل. لاحظوها شلون كريمية وكلش حلوة. ما أقدر أوصف لكم شلون كان طعمها وكان شكلها كلش حلوة وطعمها كلش طيب. إذا حابين تاكلونها بهالشكل أو تقدمونها ويا النوتيلا أو ويا صوص الكاكاو حسب رغبتكم. صوص الكاكاو عبارة عن أي نوع كاكاو تذوبونه بحمام مائي وتضيفوله أي نوع قيمر أو قشطة، وتخفقونه كل زين وتصبونه فوق الكيكة. هذا هو صوص الكاكاو. طعمها كلش طيب بنات، لازم تجربونها والله كلش طيبة. وهاي الحركة المشهورة اللي انشهرت بيها الكيكة، انه هي تنسحب بالكاكاو او بالنوتيلا، وشكلها كلش كريمي مثل ما تلاحظون. الفكرة كانت انه اكل منها خاشوقة واحدة، بس ما توقفت، كملتها كلها. طعمها فشي ما ينوصف، ما تقدرون تتوقفون عن الاكل مالتها، كلش طيبة. واللي هنا بنات انتهى الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولا تنسون اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وشاركوا الفيديو يا اهلكم ويا اصدقائكم. شكرا حبايب.